بيبدأ الفيلم مع الحرب الأهلية اللي بتحصل في أمريكا، وبتكون أعمال الشغب والمظاهرات مالية الشوارع، وده بسبب إن الشعب بيكون رافض سياسات الرئيس الأمريكي واستمراره في الحكم. ده غير إن في مجموعة من الولايات بيطالبوا باستقلالهم عن أمريكا، وبيظهر الرئيس الأمريكي علشان يقول كلمة للشعب، وبيقول إن هو هينتصر على قوات المتمردين في وقت قريب جدا. وفي نيويورك بيكون في مصورة صحفية اسمها لي بتتفرج على خطاب الرئيس، وتاني يوم بتنزل ليه علشان تغطي الأحداث اللي بتحصل في الشارع. وساعتها بيكون في مجموعة من المتمردين بيشتبكوا مع قوات الشرطة، وبيظهر جو صديق ليه وبيديها سترة الصحفيين، وده علشان محدش يعتدي عليها ويضربها. وأثناء ما ليه بتصور اللي بيحصل بتشوف بنت اسمها جيسي، واللي بتكون ماسكة كاميرا وبتصور اللي بيحصل أثناء الاشتباكات. وفجأة بتتعرض جيسي للضرب، فبتجري ليه بسرعة وبتروح لها، وبتحاول ليه تساعدها وتبعدها عن الاشتباكات. وبعد ما بتطمن عليها بتديها سترة الصحفيين، وبتطلب منها تلبس السترة علشان تحمي نفسها ومحدش يضربها تاني. واثناء ما هما بيتكلموا بيجي شخص بيكون ماسك العلم الامريكي، وبيجري بسرعة علشان يفجر نفسه في قوات الشرطة، فبتستخبى ليه هي وجيسي بسرعة، وبيحصل انفجار كبير بيدمر المكان كله. وبسبب الانفجار ده بيموت اغلب الناس اللي موجودين في المكان. وبعدها جيسي بتشوف ليه وهي واقفة وسط الجثث وبتصورها، فبتستغرب جيسي ان ليه مش متأثرة من منظر الجثث، وبيظهر ان جيسي معجبة بليه، وعلشان كده بتصورها وهي بتشتغل. وبالليل بترجع ليه للفندق اللي هي نازلة فيه، وبيظهر ان الفندق ده بيتجمع فيه اغلب المصورين والصحفيين، وبتفضل ليه تعدل في الصور اللي هي صورتها علشان ترفعها على الانترنت. وبيكون موجود معاها صاحبها جو وصحفي تاني اسمه سامي، واللي بيكون كبير في السن ووزنه تقيل ومريض، وعلشان كده ما بيقدرش يتحرك كتير. وبيطلب سامي من لي وجو ان هم ياخدوه معاهم في طريقهم لواشنطن. وبنعرف هنا ان لي وجو عايزين يروحوا واشنطن علشان يعملوا مقابلة صحفية مع الرئيس الامريكي. وبيكون واضح ان سامي مش عاجبه ان لي وجو هيخاطروا بحياتهم علشان مقابلة صحفية، حتى لو كانت المقابلة دي مع الرئيس الامريكي نفسه. فبيقول له جو ان المتمردين هينتصروا وهيسيطروا على واشنطن وهيقتلوا الرئيس، وعلشان كده مقابلتهم مع الرئيس هتكون مقابلة تاريخية وتستحق المخاطرة. وبيظهر ان ليه معترضة اصلا ان هم يوصلوا سامي في طريقهم، وده لان حركته بطيئة وهيكون عائق بالنسبة لهم، خصوصا وسط اعمال العنف المنتشرة في كل مكان في امريكا. ولكنها بتوافق في النهاية لان هي ما بتقدرش تتأخر عن مساعدة اي صحفي، وخصوصا في الظروف دي. وبعدها بتكون ليه رايحة عند الاسانسير علشان تطلع اوضتها اللي في الدور العاشر، ولكن موظف الفندق بيطلب منها تطلع على السلم لان الاسانسير عطلان، وده لان الكهرباء فاصلة والفندق شغال على المولدات. فبتروح لي ناحية السلم وبتقابل جيسي بالصدفة، فبتسألها عن سبب وجودها في الفندق، فبتقول لها ان هي عارفة ان اغلب الصحفيين بيكونوا موجودين فيه، وبتعرفها ان هي جاية علشان تديها سترة الصحافة وبتشكرها على مساعدتها. ولكن ليه بترفض تاخدها منها، وبتعرفها ان هي لازم تشتري خوذة ودرع حماية، وده علشان تحمي نفسها اثناء التصوير. وبتتفاجئ ليه لما بتلاقي جيسي عارفاها، وبتقول لها ان هي قدوتها ونفسها تبقى مصورة كبيرة زيها، فبتشكرها ليه وبتتمنى لها التوفيق في شغلها. وبعدها بتطلع ليه اوضتها وبتفضل تفكر في المشاهد اللي هي صورتها، واللي بتكون مشاهد صعبة جدا وكلها اعمال عنف. وبيظهر ان ليه متأثرة جدا بسبب الناس اللي بتشوفهم بيموتوا قدامها كل يوم. وفي اليوم اللي بعده ليه بتكون رايحة تركب العربية مع جو، وده علشان يتحركوا في طريقهم لواشنطن. ولكنها بتتفاجئ لما بتشوف جيسي قاعدة جنب سامي في العربية، فبتتكلم مع جو وبتكون رافضة ان جيسي تروح معاهم. ولكن جو بيفهمها ان جيسي عندها حماس كبير جدا ونفسها تحقق حلمها وتكون مصورة صحفية، وبيفكرها ان هم لما كانوا في سنها كانوا متحمسين زيها. لكن ليه ما بتهتمش بالكلام ده، وبتكون خايفة على جيسي، وعلشان كده بتقوله ان هي هتنزل جيسي في مكان امن لما يوصلوا واشنطن. وبعدها بتركب ليه العربية وبيتحركوا في طريقهم، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا عربيات كتير متدمرة في الطريق. وبعدها بيعدوا على كمين لقوات الجيش، والجنود بيسمحوا لهم يعدوا بعد ما بيعرفوا ان هم صحفيين. وبعدها بيلاقوا بنزينة في طريقهم، فبيقرر جو ان هو يملى خزان العربية لانهم مش ضامنين ايه اللي ممكن يحصل في طريقهم. وبتكون البنزينة دي تحت سيطرة المتمردين، وفي الاول بيرفضوا يدوهم بنزين، ولكن بيوافقوا لما ليه بتقول لهم ان هي هتدفع لهم مبلغ كبير جدا. وبتلاحظ ليه ان جيسي بتخرج من العربية علشان تستكشف المكان، وبيروح وراها واحد من المتمردين
متمردين علشان يشوفها هتعمل ايه، فبتقلق ليه على جيسي وبتروح وراهم. وبتنصدم جيسي لما بتلاقي المتمردين بيعذبوا شخصين بيقول عليهم جواسيس للجيش، وبتكون جيسي متوترة وخايفة جدا بسبب المنظر. بس بتيجي ليه وبتقول للشخص ده ان هي صحفية وعايزة تصوره، وبتخليه يقف جنب الناس اللي هم بيعذبوهم وبتصوروا معاهم. وبعدها بيرجعوا للعربية وبيكملوا طريقهم. وساعتها بتكون جيسي منهارة جدا وبتفضل تبكي، وبتقول ان هي نسيت انها مصورة من كتر التوتر، وعلشان كده ما قدرتش تصور ولا صورة. فبتقول لها ليه ان شغلهم كمصورين للحروب هي التصوير تحت اي ظرف. وبعدها بيعدوا على منطقة بيبقى فيها دمار شديد وناس كتير ميتين، فبتطلب ليه من جو ان هو يوقف العربية. وبعدها بتاخد جيسي معاها وبتروح بيها عند حطام الطيارة وبتطلب منها تصورها. فبتشكرها جيسي على مساعدتها وبتقول لها ان هي عارفة انها عبء عليها في رحلتها. فبتفهمها ليه ان هي خايفة عليها ومش عايزة تحس بالذنب لو جرالها حاجة اثناء الرحلة. فبتفاجئها جيسي وبتسألها لو هي ماتت اثناء رحلتهم هل هتصورها زي ما بتصور باقي الجثث ولا لا. فبترفض ليه تجاوب على سؤالها، وبتقول لها ان طبيعة شغلهم بتعرضهم لمواقف صعبة كتير ومحدش بيكون عارف هو هيتصرف ازاي في المواقف دي. وبالليل بيركنوا في مكان علشان يباتوا فيه. وبتبقى جيسي قاعدة في العربية وبيكون واضح ان هي لسه متوترة، وده بسبب القصف المستمر بين الجيش وقوات المتمردين واللي بيكون مغطي السما كلها قدامها. وفي الوقت ده بيقعد سامي مع لي وبيقول لها ان هو عارف ان جيسي بتفكرها بنفسها وهي صغيرة، وان هي رافضة وجودها معاهم علشان هي قلقانة عليها. وبيقول لها ان جيسي اختارت طريقها وهم لازم يساعدوها علشان تثبت نفسها. وفي الوقت ده جو بيروح لجيسي وبيعرفها ان لي هتنزلها في اقرب مكان امن اول ما يوصلوا واشنطن، ولكن جيسي بتقول له ان هي مش هتسمح ان ده يحصل. وتاني يوم بيروح يصوروا اشتباكات بين المتمردين والجيش، وبتفضل جيسي تتفرج على لي وهي بتصور من غير ما تتأثر بأي حاجة بتحصل حواليها. وفجأة بيتصاب واحد من المتمردين وبيقع على الأرض، فبيجري عليه زميله علشان يعالجه. وساعتها بتحاول جيسي ان هي تصوره ولكن بتكون متوترة جدا، فبتروح لها لي وبتقف جنبها. فبتتشجع جيسي وبتاخد الصورة. وبعدها بتقعد جيسي وبتكون لسه مش مستوعبة اللي بيحصل، وبتكون مستغربة ازاي لي بتحافظ على هدوءها وسط الأحداث دي. وفجأة بتشوف جيسي المتمردين وهم بيستعدوا لإعدام عدد من جنود الجيش، فبتمسك الكاميرا وبتصور اللي بيحصل. وبعدها بيروحوا لمخيم كبير بيتجمع فيه اللاجئين، وده علشان يباتوا فيه ويكملوا رحلتهم تاني يوم. وبعدها بتقعد لي وبتتكلم مع جيسي، وساعتها بيقربوا من بعض اكتر وبيفضلوا يتفرجوا سوا على الصور اللي جيسي صورتها. وبتكون جيسي متضايقة لان الصور مش عاجباها، لكن لي بتقول لها ان الصور حلوة جدا، وبتقول لها كمان ان هي موهوبة. وتاني يوم بيتحركوا في طريقهم، وبتبدأ جيسي تصور اي حاجة بتشوفها في الطريق. وبعدها بيوصلوا لمنطقة هادية والحياة بتكون فيها طبيعية جدا. فبيقفوا بالعربية قدام محل ملابس وبينزلوا كلهم وبيدخلوا المحل. وساعتها جو بيسأل البنت اللي في المحل عن سبب الهدوء في المنطقة، فبتقول له ان اهالي المنطقة دي على الحياد وان هم مش بيتدخلوا في اي حاجة بتحصل في البلد. وبتعرفوا ان هم مستنيين يشوفوا الاحداث دي هتنتهي على ايه. بعدها جيسي بتختار فستان وبتطلب من لي ان هي تقيسه، فبترفض لي ولكن جيسي بتصمم وبتقدر تقنعها. وبعد ما لي بتلبس الفستان بتصورها جيسي وهي لابساه، وبتقول لها ان هي اكيد ما لبستش فستان من زمان. فبتبتسم لي وما بتردش عليها. وبعدها بتخرج لي وبتتكلم مع سامي وبتقول له ان هي ما كانتش متوقعه ان هي هتلاقي مكان هادي زي ده. فبيقول لها سامي ان المكان مش هادي زي ما هي فاكره، وبيطلب منها تبص على سطح المبنى اللي وراهم. فبتبص ليه وبتلاقي اشخاص مسلحين واقفين فوق السطح ده. وبعدها بيتحركوا كلهم علشان يكملوا رحلتهم. وبتلاحظ ليه ان في عربيه وراهم بتقرب منهم بسرعه عاليه جدا، وبتكون ليه شاكه ان العربيه دي بتراقبهم. فبيطلب منها سامي ان هي تهدي سرعتها، وساعتها هيعرفوا اذا كانت العربيه بتراقبهم فعلا ولا هتعدي من جنبهم وتكمل في طريقها. فبتسمع ليه كلامه وبتهدي السرعه وبتقرب العربيه منهم، وبيتفاجئوا ان هم زمايلهم الصحفيين اللي من الصين. وهنا ليه بتعرف منهم ان جو كان سكران اليوم اللي فات وقال قدامهم ان هم رايحين واشنطن. فبتتعصب ليه وبتلوم جو وبتفضل تزعق له، وده لان المفروض ان هو ما يعرفش اي حد هم رايحين فين علشان محدش يسبقهم ويغطي الخبر قبلهم. وبيظهر ان الصحفيين الصينيين مش مهتمين ان هم يغطوا الخبر قد ما هم مهتمين انهم يستمتعوا بوقتهم وبس. وعلشان كده واحد منهم بيقرر يدخل عربيتهم وهم بيتحركوا. فالحركة بتعجب جيسي وبتقرر ان هي تجربها، فبتروح للعربية اللي كان
فيها الصحفي الصيني، فبياخدها زميله وبيسوق العربية بسرعة كبيرة جدا. وساعتها لي بتبقى متضايقة وعايزة ترجع جيسي للعربية تاني، وبيحاول الصحفي الصيني ان هو يطمنها على جيسي وبيعرفها ان زميله بيحب يبين مهاراته في السواقة مش اكتر. ولكن لي بتكون خايفة جدا على جيسي وبتمشي ورا العربية، ولكنها مش بتلاقي اي اثر للعربية على الطريق، وبسبب توترها بتفقد تركيزها وبتكون هتخبط في عربية قدامها، ولكن بتتفاداها في اخر لحظة وبتخرج عن الطريق وبتخبط في شجرة. ومش بتهتم ليه باللي حصل وبترجع للطريق تاني وبتفضل تدور على جيسي لحد ما بتلاقي العربية، ولكن مش بتلاقي حد جواها. فبتعرف هنا ان جيسي والصحفي اللي معاها في خطر، فبينزلوا كلهم يدوروا عليهم وبيكتشفوا ان هم مخطوفين من اشخاص مجهولين لابسين لبس الجيش. فبيتضايق سامي جدا وبيقول لهم ان مفيش اي امل ان هم يقدروا ينقذوهم، وده لان الناس دول منشقين عن الجيش وبيقتلوا المدنيين. لكن ليه بترفض تسمع كلامه وبتصمم ان هي تروح تتكلم معاهم، فبيروح معاها جو وصاحبهم الصيني وبيسيبوا سامي لوحده. واول ما بيقربوا من الاشخاص دول بيتكلم جو مع واحد منهم وبيفهموا ان هم صحفيين وان جيسي واللي معاها يبقوا زمايلهم، وبيكذب عليه وبيقول له ان هم رايحين يغطوا خبر افتتاح جامعة جديدة في الولاية اللي جنبهم، وبيحاول يفهموا ان ده خبر مهم وسط الظروف اللي بتمر بيها البلد. ولكن الشخص ده مش بيهتم بكلام جو وبيضرب الصحفي اللي مع جيسي بطلقة وبيموته. فبتترعب جيسي وكلهم بيتصدموا من اللي حصل وبيخافوا على حياتهم. فبيستخدم جو ذكائه وبيقول له ان هم كلهم مواطنين امريكيين اصليين، فبيسألهم الشخص ده عن الاماكن اللي هم اتولدوا فيها، فبيجاوبوا عليه علشان يتأكد ان هم من اصل امريكي. وبعدها بيلاقي صاحبهم التاني واقف وراهم وبيعيط، فبيروح له وبيسأله عن بلده، فبيجاوب الصحفي ده وبيقول له ان هو من الصين. فبيضربوا الشخص ده بالنار وبيموته، وبعدها بيستعد علشان يقتل جو اللي معاه. ولكن سامي بيجي بالعربية وبيكون سايقها بسرعة شديدة وبيخبط الاتنين المسلحين بالعربية وبيرميهم بعيد، وبتقع جيسي جوه حفرة بتكون مليانة بجثث المدنيين، وبتكون مرعوبة جدا ومش قادرة تتحرك من كتر الصدمة. فبيروح لها جو وبيساعدها وبيقدر ان هو يخرجها من الحفرة، وبعدها بيركبوا كلهم في العربية وبيهربوا من المكان. وبيجي واحد من المسلحين وبيضرب عليهم نار، ولكن سامي بينجح ان هو يهرب بيهم بسرعة. وبتكون جيسي اعصابها منهارة جدا وبيفضل جو يصرخ ويعيط بسبب اللي هم مروا بيه. وفي اللحظة دي سامي بيقول لهم ان هو مش هيقدر يكمل سواقة، وبتترعب ليه لما بتكتشف ان سامي اتصاب بطلقة، فبتساعده هي وجو وبيقعدوه في الكرسي اللي ورا. وبعدها بيسوق جو العربية بسرعة علشان يوصل للعاصمة ويلحق ينقذ سامي قبل ما يموت. وتاني يوم بيوصلوا لمعسكر قوات الغرب، ولكن سامي بيكون خلاص مات. فبينهار جو وبيفضل يصرخ بسبب حزنه على موت سامي، وبتكون ليه حزينة جدا ولكن مش بتبين مشاعرها. اما جيسي فبتفضل قاعدة لوحدها في مكان بعيد عنهم. وبعدها بتروح ليه مع جو وبيقابلوا الصحفيين اللي موجودين في المعسكر، وبيتفاجئوا لما بيعرفوا منهم ان قوات الغرب انتصرت وانهم هيروحوا على البيت الابيض علشان يقتلوا الرئيس الامريكي، وده بعد ما استسلم عدد كبير من القيادات وتخلوا عنه، وان كل اللي موجودين حوالين الرئيس حاليا عدد قليل جدا من افراد الحرس الجمهوري. فبيتعصب جو وبيكون متضايق جدا لان هو كان نفسه ان سامي يكون معاهم وهما بيوثقوا اللحظات دي. وبعدها بتبدأ كل القوات تتحرك ناحية البيت الابيض، وبيكون جو ولي وجيسي معاهم وبيصوروا اقتحام البيت الابيض لحظة بلحظة. وبيلاحظ جو ان جيسي بقت شجاعة وبتصور المعركة بدون اي توتر، وبيظهر ان قوات الغرب على وشك ان هي تنتصر في المعركة، وده لانهم بيحاصروا البيت الابيض بالطيارات والدبابات من كل مكان. وفجأة بتخرج 3 عربيات رئاسية وبيحاولوا يهربوا بالرئيس الامريكي، ولكن قوات الغرب بتفتح عليهم النار وبتوقفهم، وبيكتشفوا ساعتها ان دي خدعة وان الرئيس لسه موجود جوه البيت الابيض. فبيقتحموا البيت الابيض وبيلاقوا كل الموظفين مقتولين، وبعدها بيدخلوا قاعة المؤتمرات وبيلاقوا سكرتيرة الرئيس واقفة قدامهم وبتقول لهم ان هي عايزة تتفاوض على استسلام الرئيس الامريكي، لكن الجنود بيطلبوا منها تسلم الرئيس بدون تفاوض. فبتصمم على رأيها وبترفض تقول لهم على مكان الرئيس، فبيضربوها بالنار وبيموتوها. وبعدها بيشتبك الجنود مع حرس الرئيس في معركة عنيفة جدا. وفي الوقت ده لي وجيسي بيصوروا كل اللي بيحصل ومش بيفوتوا اي لقطة قدامهم. وفجأة بتتحرك جيسي وبتبعد عن الجنود علشان تاخد لقطة معينة، وبتقف في نص الممر وبتصور حرس الرئيس وهم بيضربوا نار. فبتجري ليه ناحيتها علشان تنقذها وبتوقعها على الارض، وساعتها بتتصاب ليه وبتموت. والغريب ان جيسي بتصور لحظة موت ليه بكل هدوء ومن غير ما تتوتر نهائيا. وبعدها بتقف
جيسي وبتكمل في طريقها من غير ما تبص وراها، وفي اللحظة دي بيكون الجنود وصلوا للرئيس الأمريكي وقبضوا عليه وبيكونوا على وشك إن هما يقتلوه، ولكن جو بيوقفهم وبيقرب من الرئيس الأمريكي وبيطلب منه يقول كلمة أخيرة للشعب، فبيطلب الرئيس إن محدش يقتله، فبيتصدم جو من رده وبيسيب الجنود يخلصوا عليه. وساعتها بتكون جيسي واقفة وبتصور كل اللي بيحصل وخصوصا لحظة موت الرئيس الأمريكي. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.